عنف مرته وصفقوا عليه. قاعدة نعمل في شوية اكزاجيراسيون. الشاب يدخل الحبس، دخل الحبس على قضية عنف خطيرة. في 2005 احتجز مرته سا كومباني في فيلا في الجزائر وحاول يمارس عليها الإجهاض القسري بمشاركة عبد الدخين، حب يعملها افورتمون فورسي بالعنف وقعدت محتجة برشا أيامات. وبعديك لا جوستيس اون فرانس خاطر هي شكات عيطوا له وهو قعد متخبي في الجزائر عامين. كي رجع في 2009 لفرنسا شدوه ودخل الحبس وتسيب في 2011. وتوا رجع يغني وكأنه لا شيء صار. برشا ناس يقولوا ابخي تو شد الحبس وخلص وتو الموند ا لو دروا ا اون دوزيام شانس. فما شكون قالوا فما لا ريدومبسيون. يجي نفسر لكم كيفاش نجمو نحكيو على ريدومبسيون. دوزيام شانس تصير بظروف، يلزم الاعتراف بالذنب، يخرج يعترف يقول سامحوني راني غلط. ثانيا يحاول يعمل حاجات تبين وتظهر للمجتمع اللي هو ضد العنف، يعمل اغنيه على العنف، يعمل اغنيه تحكي على اللي صار، يعطي فلوس الجمعيات تحارب في العنف، يعمل حاجه ظهر لنا اللي هو خمم افهم ويعترف اللي العنف حاجه خايبه. ويلزم اي انسان يتبع فيه يفهم اللي السيد هذا تاب وفاق اللي هو عمل غلطه، ما يعني انه مش خاطرك عنفت امراه دخلت الحبس تخرج ترجع للحياه عاديه وكانه شيء ما صار. يلزم التوبه تكون واضحه، خاصه كي تبدا انت ستار وناس تصفق لك وتعرفك في بالها بالحكايه. من غير الافعال هذه الكل مش انه خرج من الحبس يكفي باش انه عاود يطلع سور سين ويغني وكانه شيء ما صار، والا يولي استخفاف باللي صار ويولي مساهمه نوعا ما في لا باناليزاسيون دو لا فيولونس فيت فام، الاستخفاف بالعنف ضد المرأة. الفنان ينجم يرجع للمسرح لكن يلزم يبين بافعاله انه تغير فعلا. وقتها العودة تولي رمز للمصالحة ومش استئناف لمسيرة وكأنه شيء ما صار. القانون يحكم عليه، لكن فما حاجه اسمها المسؤوليه الاجتماعيه. الفنان اللي عنده تاثير كبير يلزم يعرف اللي العنف ينجم يوقف له مسيرته. والعنف راهو ما يتسامحش معاه، خاصة في مجتمع كيما تونس اللي حارب في العنف ضد المرأة. وانتم شنو رايكم؟ نكملوا نرقصوا ونغنوا وكانه شيء ما صار، ولا نحكيوا مع بعضنا ونخموا في الموضوع؟